وكأن الكحكة في ايد الزمالك عجبة. فرع اكتوبر امبارح الساعة 1 بالليل طلع قرار بسحب ارض اكتوبر، واتفاجئنا كلنا طبعا. يعني كلنا الناس شغالة، واحنا خلاص الفريق الاول هينقل تدريباته بعد شهر هناك، ومجموعة الملاعب بتتعمل، وبدأ النادي فعلا يتم ضخ فيه فلوس من الفرع، وابتدت الشركات تشتغل، وجمهور الزمالك كله يعني عايش نشوة. جبنا صفقات وصرفنا وعملنا والامور هاديه ووردي وكله تمام. اتفاجئ امبارح بقرار الساعه 1 بالليل: لا، اقف عندك، هات الارض دي، الارض دي مش بتاعتك. ليه؟ اصل انا اديتك فرصه تبني وما بنيتش. طب ما انا ببني. لا، انت ما بنيتش، عندك بعد اذنك هات الارض دي. طب ماشي، نقعد نتكلم، نشوف وزير الاسكان، احنا معانا الموافقات ومعانا قرار من رئيس الجمهوريه، وقرار بمد عمل المشروع سنتين عشان اقدر انجز. لا، هات الارض. طب يا فندم نقعد، ماشي نقعد، بس برضه شوف الارض. 9 الصبح لقينا الحكومه ومديريه امن الجيزه بتسلم الارض لجهاز مدينه حدائق اكتوبر. بتستلم الارض فعلا، بتسحب الارض منك فعلا، وبيكتبوا على كل الحيطان يعني ان خلاص تم سحب الارض، وان ده مبقاش فرع نادي الزمالك، وان ده ملك لجهاز مدينه اكتوبر. طبعا انت كزملكاوي لما بتشوف حاجه زي كده تفهم على طول ان فعلا كحكه في ايد الزمالك عجبه. انت ليك اخر، مش مسموح لك انك انت تتخطاه باي حال من الاحوال. انت ازاي هتبقى مستقر ماليا؟ انت ازاي الفرع الجديد ده يضخ لك 500 مليون جنيه في اول ما تبدا كده؟ ازاي تجيب صفقات وتجيب مدير رياضي وتعمل وتعمل وتعمل؟ ازاي تنجح؟ ايه ده انت هتنجح؟ ده انت ممكن تبقى خطر. لا ازاي؟ طبعا لا، لازم الارض دي تتاخد منك. عشان نكون بس في الصوره، انا اصلا كنت ضد ان الناس الزملكاويه يطلعوا يقولوا مثلا اول ما الفرع بدا يتدشن الكلام بتاع يدخل لنا 8 مليار ويدخل لنا 10 مليار ويدخل لنا 15 مليار ويدخل لنا 20 مليار، والنادي هيبقى فيه فلوس على طول، وان في استقرار مالي. انا كنت ضد الكلام ده اصلا، لان عارف ان هي مش هتتساب كده. والله العظيم 3 قلب حاسس. احنا يا رب جمهور الزمالك في عز الفرحه بيكون مستني القفا جاي له منين، الكشاف جاي لك منين. انت فرحان والدنيا هاديه. كان زمان في عز فرحتنا مثلا بحاجه نقول لعيب هيقول ان هو مش هيجدد، لعيب هيقول ان هو هيمشي. لا، دلوقتي الموضوع لقوا ان كل حاجه مستقره، فريق كوره مستقر، اللعيبه بتاخد مرتباتها، جبت صفقات جديده، جبت نجوم جديده، الفريق الى حد ما بقى ليه شكل، الوضع تمام قوي في النادي، الامور هاديه، في استقرار. تحس ان النادي مره واحده كده نزلت عليه السكينه. نتفاجئ كلنا ان بس خد عندك مين اللي عامل لك الليله دي كلها، مين اللي جايب لك حاله الهدوء دي؟ الفلوس اللي جت من فرع اكتوبر. خلاص مفيش فرع اكتوبر، هناخده منك. يا جماعه النادي ده هيموت لو الفرع اتسحب منه. لا، هيتسحب منك. طب ليه يتسحب مني؟ هو كده، اصل هي جهه سياديه. يا جدعان هو الجهات السياديه دي ما بتفتكرش حد غيرنا؟ بجد والله نفسي افهم هو ليه النادي ده بالذات مش مسموح له ينافس، مش مسموح له يشم نفسه؟ ليه جمهوره دايما محطوط في خانه انك انت لازم تبقى ضحيه؟ انت لازم تبقى ضحيه. انا بقيت احس ان الناس دي المسؤولين عن الامور في البلد دي عايزين يوصلونا لمرحله انك انت كومبارس، ترضى بكده، تعيش معانا الفيلم. انت كومبارس، مش مسموح لك تنافس، مش مسموح لك تبقى بطل. هتنافس الاهلي في افريقيا وهتوصل نهائي القرن وعندك احسن فرقه في القاره، هيتشال مجلسك، هيتحل مجلسك قبليها، هينعمل لك عينات كورونا، نطير منك 3 اساسيين ما لهمش بدله. هتعافر اكتر واكتر، هجيب لك لجان معينه. الموضوع سهل جدا. زمان ساعه صفقه عبد الله السعيد لو كلنا فاكرين، الناس كلها كانت بتتكلم عن صفقه القرن، يقول لك ده صفقه القرن، ده صفقه القرن، بس محدش عارف هي مين. محدش كان عارف مين صفقه القرن في الزمالك. طلع كلام ان هي عبد الله السعيد. فمحدش هيعرف، لان الزمالك ساعتها كان، عشان بس ايه نفتكر مع بعض، كان الزمالك ساعتها محجوز على فلوسه تمام من البنوك. فالزمالك ما بيحطش فلوس في البنوك ساعتها ايام مرتضى يعني، فكان بيحط فلوسه في النادي، في خزنه النادي. خلاص احنا نبعت لك لجنه من وزاره الشباب والرياضه عشان نعرف، هنفتش الخزنه ونجردها، عشان يكتشفوا ان في 40 مليون اتصرفوا لعبد الله السعيد. وبالتبعيه الاهلي بيعرف ان الصفقه اللي الزمالك بصدد الاعلان عنها هي صفقه عبد الله السعيد. فيجيب لك وزير سعودي والدوله تقف على حيلها وكله يقف ضدك.
وعبد الله في الاخر يجدد للاهلي بدعم سعودي، بدعم المستشار تركي الشيخ. تمام. عكس زيزو مثلا. ايه ده، زيزو نجم في الزمالك بس ما بيعملش اعلانات. ده تصدق زيزو ده مؤثر قوي مع الزمالك بس ما بيعملش اعلانات. ما بيعملش اعلانات ليه؟ عشان هو زملكاوي. راح الاهلي في اليوم اللي مضى فيه للاهلي تم استضافته في قناه ام بي سي، وتم توقيع معاه عقود اعلانات، 4 5 عقود اعلانات. ما تعرفش الدنيا كلها فتحت قصاد الواد. وفي حاله ترحيب ان اللاعب ينضم للاهلي. لو العكس، لو زيزو ده نجم في الاهلي والزمالك دفع له اكتر، الموضوع كان هيتحول 100 360 درجه. 360 درجه. لما تيجي تبص اصلا الموضوع من بدايته، ارض اكتوبر دي مع الزمالك من 2003 مهجوره من 2003، محدش قرب لها. لا مجلس كمال درويش قدر يعمل فيها حاجه، ولا مرتضى منصور، ولا اللجان اللي جت، ولا ممدوح عباس، ولا جلال ابراهيم، ولا اي حد، ولا اي حد قدر يعمل فيها حاجه. لما بدانا نعمل فيها وبدانا نقول وننفذ فعلا على ارض الواقع، تتسحب منك. تفهم من كده ايه؟ طب ايه الرساله المقصود توجيهها ليك اصلا؟ ايه الرساله اللي انت لازم تفهمها من الليله دي؟ اقول لك انا ايه. ارض زي دي ثمنها 20 مليار، 15 20 مليار عشان نكون في الصوره بس. هي ارض ملك الدوله. الدوله بتخصصها للانديه. الانديه دي منفعه عامه وبتفيد كمان يعني معنى ان يكون في فرع للنادي في المنطقه دي، فكل المحلات وكل البيوت وكل الكومباوندات وكل الكلام ده كلها اسعارها هتطير. اسعارها كلها هتضرب في اتنين. هيحيي المنطقه كلها. وجود فرع النادي الزمالك في المنطقه دي هيحيي المنطقه كلها، فبالتبعيه كل الارض اللي حوالين الفرع ده هتزيد، ثمنها هيزيد، وكل الخدمات بالتالي هتزيد. لما تيجي تلاقي ان مشروع زي ده هو مربح لكل الاطراف، النادي هيفوق، اللي المفروض هو نادي دوله ملك الدوله، هيفوق ويبتدي يبقى عنده دخل ثابت يقدر يصرف بيه على نفسه، ومش هيكون عبء على الدوله، مش هيروح للدوله يقول لها اديني قروض مثلا. تمام. الاراضي اللي حواليها هتلاقي مثلا سعرها اختلف. ده متنفس جديد للمنطقه كلها بتاعت حدائق اكتوبر. انت عارف يعني ايه فرع نادي الزمالك موجود هناك؟ فطبيعي يكون في جزء من المشروع شق استثماري. تلاقي واحد مغيب يقول لك ايه، اصل احنا هنعمل اصل هم خدوا الارض وباعوها لشركات ويعملوا يا ابني ما حدش يقدر اصلا، ده نادي ملك الدوله. يعني كل حاجه بتتم لازم تبقى موافقات من الدوله ومن الجهه الاداريه ومن وزاره الاستثمار، وليله كبيره. فالناس اللي بتتكلم من امبارح على فكره ان اصل يعملوا كومباوندات، كومباوندات ايه؟ ده 129 فدان كلهم على بعضهم اصلا الفرع كله. انت خصصت تقريبا جزء بسيط جدا يتعمل فيه مولات ومش عارف ايه وكلام من ده، حاجات كلها بتغذي اصلا المشروع. انت ما خرجتش بره الليله، انت لسه في ده نادي، فطبيعي جدا يتعمل جزء استثماري فيه. احنا لا خدنا الارض قعدنا نقطعها وسقعناها وقعدنا نبيعها وكلام فاضي بيتقال كده ما تعرفش مين اساسه اصلا ولا مين مصدره. تمام. وتلاقي ناس تانية تشطح بخيالها بعيد تقول لك اصل السبب مرتضى منصور. يا ابني مرتضى اصلا مش عارف يطلع مع مذيع محدش يعرفه غير امه وابوه في قناه الحدث ولا في قناه الصحه والجمال. مرتضى مش قادر يطلع مع اي مذيع في اي برنامج في اي حاجه. مرتضى شخص خلاص انتهى للابد. فهل الشخص اللي بالضعف ده، طب اقول لكم حاجه، طبعا انتخابات مجلس الشعب الايام دي، هل سمعنا مرتضى منصور طبعا بيدخل انتخابات مجلس الشعب من ساعه ما اتولد؟ من ساعه ما اتولد هو بيقول لك انا داخل. هل حد سمع منه كلمه ان هو يترشح في الانتخابات اصلا؟ لا طبعا. لان مرتضى صفحته اتقفلت. مرتضى شخص دلوقتي ضعيف بيقضيها ايام يعني. فلا شكوى مرتضى ولا قضيه مرتضى اللي تقف في الارض. يا جدعان الموضوع كله جهه سياديه. يا جدعان جهه سياديه. يا جماعه باختصار الموضوع هيتحل. الموضوع هيتحل. ماشي تمام معاك. لكن اوعى تفتكر ان الميخه دي هتكمل. هيتخصص لك جزء بسيط من الارض تعمل عليه فرع والباقي هيروح للدوله. وحلني بقى عقبال ما تشوف العضويات ومش عارف ايه 4 5 سنين تفوق. خدت لي كام؟ 500 مليون من الارض كفايه عليك كده. 8 مليار ايه و10 مليار اللي انت عايز تاخدهم؟ انت نسيت نفسك؟ وانت الاهلي؟ وانت الاهلي يتعمل لك 4 فروع وتروح اي حته تعمل فروع؟ ده انا هضحككم. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان في الاقصر من 3 4 سنين. كان في الاقصر. تمام. بيزور اخته تقريبا او حاجه زي كده يعني. فقعد في مركز شباب لذيذ كده مكانه حلو، لقى على النيل وحاجه جامده كده اسمه مركز شباب طيبه. عجبه قوي مركز شباب طيبه ده. عمل تليفون، ده انا قعدت في مكان في الاقصر اسمه مركز شباب طيبه، موقعه تحفه. احنا
احنا عايزين نعمله فرع للنادي بالتليفون، شالوا اليوفط نزلوا اليوفط، بدل مركز شباب طيبه فرع النادي الاهلي، عملوا كام مبنى جوه كده. ادي التسهيلات اللي بنتكلم عنها. انا والله مش مستني من الدوله ان هي يعني ايه تخليني اعمل 4 5 فروع، لا يا سيدي. انا زي ما في الرعايه قبلت ان انا اخد تلته، تلت الاهلي ولا ربع الاهلي، انا برضو عايز يبقى عندي فرعين وهو عنده مثلا 4 ولا 5. مش عايز ابقى راس معاه والله، لان عارف ان حضراتكم مش هتقبلوا بكده ومش هتسمحوا بكده، مش هتسمحوا بكده ابدا. فانا مش طمعان في اكتر من كده. فرع واحد بس، متنفس جديد للنادي، يضخ فلوس للنادي عشان النادي يقدر يقف على رجليه، عشان مشجعينه اللي بالملايين يبقوا راضيين شويه. حطنا في حسبتك يا فندم، يا اللي بتاخد قرار زي ده، حط جمهور النادي ده في حسبتك. بعد اذنك حط جمهور النادي ده في حسبتك. النادي ده جمهوره بالملايين برضه. النادي ده جمهوره بالملايين. قبل ما حضرتك تاخد القرار، او قبل ما حضرتك تقرر انك تيجي على الزمالك وتستقوى على الزمالك، تذكر ان جمهوره بالملايين برضه. تذكر ان الناس دي مصريين برضه، مش كفره. الناس دي مصريين، ما هماش مثلا دخلاء على البلد دي. تفرض عضلاتك علينا، افرض عضلاتك عليا، ماشي تمام ماشي، بس يكون مع في صفك القانون. اما انا واخد كل التراخيص، واخد كل الموافقات، خدت قرار من اعلى جهه في البلد، انا ماشي صح، شغال بايديا ورجليا في المشروع، وبنعمل ملاعب وهنعمل وهنعمل وهنعمل. هل يا جماعه ده يحصل مع الاهلي؟ هل حد يجرؤ يعمل كده مع الاهلي؟ يا جماعه الجراج بتاع مدينه نصر، اهلي مدينه نصر، لما كان بيتعمل اتوقف عشان هو في تقاطع او في مشكله مع ارض ملك الدوله، فالمشروع مش هينفع عشان الارض دي في جزء منها ملك الدوله. كابتن محمود الخطيب بنفسه قال على الهوا، رئيس النادي الاهلي، قال لك ان انا فوجئت بتليفون من تقريبا رئاسه الجمهوريه، بيقول له ايه مشكله الجراج ده، ما كملتوش ليه وما عملتوش ليه؟ قال له عشان كذا كذا. قال له لا، ابداوا بكره واشتغلوا وده قرار نهائي. وقال لك فوجئنا باحد الشركات الوطنيه، باحدى الشركات الوطنيه، هي طبعا شركه العرجاني جروب، وقالت لنا المشروع هيتعمل وباقصى سرعه واقل وقت هتلاقي المشروع شغال. هنا انت بتسهل وبتهيئ له كل الظروف انه يضخ فلوس كتير ويحصل بينه وبين اي نادي فجوه ماليه، وهنا بتعقرب وبتستقوى وبتفرض عضلاتك، ولا كأن النادي ده مثلا بينتمي لدوله ثانيه ومشجعينه دول دخلاء على البلد دي، ولا حد من البلد ده هيسأل فيك اصلا. يا جدعان مجلس اداره ايه وتراخيص ايه؟ قرار سيادي يا جدعان. والله العظيم 3 الموضوع هيرسى ان النادي ده مش هيستفاد بطمن الفلوس دي. تعمل لك عضويات، نعمل لك فرع على 20 30 فدان كده، وسيب ال 100 فدان التانيين الرجاله ياكلوا فيهم عيش. استثمار ايه وكل ده يدخل لك انت ليه اصلا؟ هو انت الاهلي ولا انت مسموح لك تنافس اصلا؟ يا جماعه يعني انا في الاوقات اللي زي دي الواحد بيرجع بذاكرته شويه، يقول لك طب زمان قبل وكاله رمل الاعلان كان ايه هي الدخل بتاع الانديه مثلا؟ تبرعات محبين، اشتراكات عضويه، الاعلانات اللي جوه النادي وكلام من ده، وبس كده. لا بتاخد فلوس ودعم من وزاره الرياضه ملاليم. مفيش اوجه دخل واضحه للانديه تصرف بيها غير تبرعات رجال الاعمال والكلام من ده. فهتلاقي نادي زي الاسماعيلي عنده احسن فرقه كوره في مصر، وبيصرف عليه العثمانيين، ابراهيم عثمان والناس دي بيصرفوا عليه، فالامور 100 100. في الزمالك عنده محلات في فرع 100 عقبه وعنده رجال اعمال فبيصرفوا عليه، فالدنيا تمام. الاهلي برضو عنده رجال اعمال وكده، لكن مش قادر ينافسهم لان الموارد الى حد ما قريبه. فانا مش هقدر اجيب لعيب من الزمالك ولا هقدر اقنع لعيب في الاسماعيلي يجي عندي، مش هقدر اديله 2 و3 مليون جنيه لان هو بياخد مثلا، انا ما بقدرش ادفع كده لان انا برضو مدخلاتي قليله. تعمل وكاله اهرام للاعلان فتدي الاهلي 52 مليون في السنه، وتدي الزمالك 3 مليون، وتدي الاسماعيلي 1.5 مليون تقريبا، عشان يتغير التاريخ، عشان التاريخ كله يتغير بالفلوس دي. الفلوس دي الاهلي خد فرقه الاسماعيلي كلها بالفلوس دي. مش بس كده، ده الزمالك عنده حسام وبشير وعنده فرقه جامده برضه، وحازم وعبد الحليم ومش عارف ايه. الاهلي ممكن ما ينافسهمش. لا بص بقول لك ايه، دخلهم بقى دوامه محاكم، دخل بقى زق مرتضى منصور يدخل ويرفع قواضي ويحل المجلس، وتيجي لجنه معينه وتيجي لجنه معينه، والنادي اللي كان عمره معانا من ازمات ماليه فجاه واحده بنلاقيه مش لاقي حتى بنزين للاتوبيس بتاع الفرقه، فاللعيبه بتروح في ميكروباص النادي.
فجاه واحده النادي لمده 11 شهر ما بيدفعش مرتبات لا عمال ولا لعيبه. فجاه واحده النادي اللي كان ماله العين والبصر ما بقاش معاه فلوس، في حين ان الفلوس كلها بتوجه لنادي واحد بس. النادي ده حتى مش بس تفحش وتجبر وبدا ياخد كل البطولات، لا، تحول فرقتك اللي كانت ملو العين بقت فيها بقايا لعيبه، واللعيب اللي انت هتروح تخش عليه في اي نادي مصري هتدفع له مليون، هتدفع له 3، لان الفلوس معايا انا. انت كنت بطل افريقيا وبطل الدوري وبطل كل حاجه واعظم فرقه في مصر. وكاله الاهرام للاعلام دخلت، تمام، ادت الاهلي 52 مليون وانت 3. الفلوس دي خدها الاهلي جاب فرقه الاسماعيلي بيها. مش بس كده، لا، هوقعك انت بقى. تجبر. النادي ده كانه فعلا مش متشاف. انا عايز اعرف اخرتها ايه، والله نفسي اعرف اخرتها ايه. بقول لك الارض دي معانا من 2003، محدش بص لنا بصه، محدش قال لنا بتعمله عشان هي مهجوره. جيت اشتغلت، ايه ده، اشتغلت وهتدخل فلوس والدنيا تمام، لا، اقف عندك. دورك اللي مرسوم لك ما تخرجش عنه، ما تخرجش عنه. ده دورك، اوعى تخرج عنه. هتنافس، تنافس ايه يا ابني؟ مش مسموح لك. جمهورك فرحان وبيحضر في الاستاد، واحسن جمهور كرة في البلد، وحضر في استاد القاهره ماتش المقاولين. انا احد اسباب زعلي على الماتش ده كان الجمهور اصلا. الجمهور اللي حضر ده، مفيش جمهور كوره في مصر كله قريب حتى من جمهور الزمالك، تقدر تقارنه حتى بجمهور الزمالك. انتوا ازاي هاديين وكويسين وراضيين؟ انت ضحيه. الدور اللي انا رسمه لك دور ضحيه. لازم تخش في ازمات، ولازم ما تلاقيش تصرف، ولازم لعيبتك تهرب، ولازم تتنفض من اللعيبه الكويسه. وبعد كده يجي يقعد السيد المسؤول اللي بجره قلم سحب الارض يقول لك ايه؟ عايزين نضع حلول لازمه الزمالك، عايزين نحل ازمه الزمالك عشان نشوف رياضه. ولما الزمالك يجي يحل ازمته هم اللي بيخلقوا لك ازمات جديده. والله العظيم 3. انا بقول يا الدنيا هاديه كده ليه والشغف موجود وبنستنى الماتشات والفرقه حلوه والدنيا تمام؟ في حاجه هتحصل، كأن ربنا كاتب علينا كده. انا والله ما عارف اقول ايه بجد. يا جدعان اللي بيحصل معانا ده افتراء. يا جدعان انتوا عايزين توصلونا لايه طيب؟ انتوا عايزين توصلونا لايه؟ طب انتوا مثلا مش عايزين منافسه، مش هقول لك انك قول لي مش عايز منافسه، لا، انت عايز فيلم. انت عايز انا الزمالك يكون ماده للالهاء، ضحيه، عشان العوام او الشريحه الاكبر من المصريين للاسف بيتغذوا على التقليل من الزمالك. ان الزمالك دايما يفضل ماده للسخريه. اصل الزمالك رضي انه ياخد التلت او الربع بتاع الاهلي، رضي في كل حاجه، في كل حاجه راضي. حتى التلت والربع ده انت خايف على الاهلي منه؟ انت خايف عليه منه؟ عايز توصلني لايه طيب؟ نقفل النادي طيب، نمشي اللعيبه دي ونقلبها نادي اجتماعي ونقول لكم نفسوا بعض؟ مش هتسمحوا لنا حتى بكده، مش هتسمحوا لنا حتى بكده، والله ما يسمحوا لنا حتى بكده. هم عايزينك كومبارس. ما عنديش اي كلام تاني اقوله في الموضوع ده، ما عنديش اي كلام تاني اقوله. بس اللي كنت زعلان عليه فعلا ان الجمهور بدا يشم نفسه، ان احنا شمينا نفسنا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. يمين بالله العظيم 3، النادي ده فعلا قسما بالله بيتعامل وكانه دخيل على البلد دي، وكانه نادي مثلا جاي من اوروبا ولا جاي مش عارفه منين، جاي دخيل على البلد دي اللي اسسه ناس مش من البلد، جمهوره مش من البلد، لعيبته مش من البلد، رئيس مجلس ادارته مش من البلد، مجلس ادارته مش من البلد. هل احنا مثلا بنعادي البلد دي؟ او احنا في حاجه؟ احنا نادي كوره، بنشوف المنافس بتاعنا عنده 4 5 فروع، بنشوف رئيس النادي بيزور مركز شباب اسمه مركز شباب طيبه في الاقصر، فبيعجبه مركز شباب عشان الموقع الجغرافي بتاعه، بتليفون مركز شباب بينزل يافطته بيبقى فرع جديد للنادي الاهلي. بنشوف تخصيص مساحات وتخصيص اراضي بالهبل للنادي الاهلي. بنشوف جراج 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 على الاعمال فيه بتقف لانه متداخل مع ارض ملك الدوله، بيجي يطلع قرار جمهوري ان المشروع يكمل، وبيجي امر من رئاسه الجمهوريه ان المشروع يكمل والجراج يكمل، وبيتم عمل حفله كبيره وافتتاح ليه عالمي. الاهلي مثلا ارض الجزيره اللي بيتكلموا عنها، ارض الجزيره الفرع الرئيسي بتاع الاهلي من سنه 65 لحد سنه 2008 الاهلي خد الارض دي بجنيه المتر. الارض دي الاهلي المفروض يدفع جنيه للمتر، فجه في 2008 الاهلي ما دفعش اصلا الجنيه ده، قال لك لا نخليها 10 جنيه. يعني الارض اصلا بتاعت الجزيره، ارض النادي الاهلي في الجزيره، ثمن المتر فيها 10 جنيه. ارض تسوى تريليونات، مش في صحراء زي حدائق اكتوبر، تريليونات تتخصص بجنيه وب10 جنيه، بجنيه وب10 جنيه. مش تمن باكو بسكوت للمتر. وانت اللي دفعت ثمن ارض اكتوبر دي على دفعت ثمنها مرتين ثلاثه اصلا.
تيجي بجره قلم اجتهدت وجبت رجال اعمال وجبت مش عارف ايه ومشروع استثماري بجره قلم من شخص موتور ياخد قرار يلا اسحب منه الارض، تتكلم؟ مش هتعرف تتكلم. ليه؟ عشان جهه سياديه، لا وزير اسكان ولا رئيس وزراء ولا وزير رياضه. طبعا مش هتكلم بقى في المهابيل اللي بيقولوا مرتضى وناس، ده في ناس اتهطلت بتقول لاحمد احمد سليمان مين يا ابني؟ احمد سليمان ما يقدرش يمشي بواب عمارته اصلا. احمد سليمان مين كمان اللي هيقف مشروع زي انت؟ واحد بيقول لي مرتضى والتاني مرتضى مش عارف يطلع حتى في قناه، يعني مش عايز في قناه الصحه والجمال. يا جدعان مرتضى مش عارف يطلع لايف من بيته. القرار ده جهه سياديه، جهه سياديه والله، جهه سياديه والله العظيم بالامر، والله العظيم بالامر. امنوا بالله بقى. والمشروع زي ما قلت لكم الارض هترجع، بس هترجع ايه بقى؟ لا مليارات، ولا تقول لي مليارات، ولا تقول لي 8 مليار و10، لا لا، هنعمل لك في جزء صغير كده فرعي للنادي اشتغل بيه على العضويات، دخل لك 200 300 مليون يحلوا لك المشكله سنتين ثلاثه. تمام؟ بعد كده ارجع بقى ايه كانك ابو زيد ما غزيت، وخش في المشاكل تاني بتاعت الفلوس والقضايا ومش عارف ايه، وتفضل طول عمرك مديون وتفضل طول عمرك عندك مشاكل. مش مسموح لك تنافس، مش مسموح لك تبقى مستقر ماليا، ولا النهارده ولا بكره ولا بعد 20 سنه الوضع ده هيتغير. النادي ده دوره اللي مرسوم له ان هو يفضل كومبارس ضحيه بس.